الحقيقة إذا بدنا ندخل بمقارنة بين كيبا حارس مرمى ريال مدريد واللي تلقى هدفين من يونيون برلين وبين الأوكران لونين، فالأفضلية بعد مباراة الأمس أكيد للونين. صحيح الهدف الأول ما بيسأل عنه كيبا، ولكن كرة الهدف الثاني كان المفروض ما تدخل. بتوقع أنه لو لونين كان بالمرمى ما كانت تسجل على ريال مدريد الهدفين. بس على العموم هيك مباراة غير مؤثرة بتكون فرصة لإعادة تأهيل اللاعبين بعد عودتهم من الإصابة مثل حالة كيبا. كمان من سلبيات لقاء امبارح هو إخطاء خط الدفاع والتغطية الدفاعية لخط الوسط عند ريال مدريد. شفنا خطأ ألابا بالهدف الأول وتراخي سيبايوس بخط الوسط بالتغطية، واللي سمحت لفريق برلين يسجل ويسدد الهدف الثاني. ريال مدريد قدر وبعد مباراة غريبة مثل ما وصفها كارلو أنشيلوتي من الفوز خارج أرضه بنتيجة 3-2 على يونيون برلين. أما أفضل إيجابيات المباراة هو خوسيلو، واللي رد على المنتقدين واللي دائما بيلوموا خط هجوم الفريق وبيقولوا انه ريال مدريد بحاجه لمهاجم صريح. خوسيلو اليوم اثبت انه مهاجم على مستوى عالي بتسجيله لهدفين من راس ما ممكن يتسجلوا الا من قناص متمكن. الفريق الالماني اللي انهى الشوط الاول متقدم بنتيجه 1-0، ولكن ريال مدريد سجل بالشوط الثاني 3 اهداف وليتصدر مجموعته بالعلامه الثانيه ب 18 نقطه ويتاهل لدور 16 برفقه نابولي اللي فاز على سبورتينغ براغا بنتيجه 2-0. أما بايرن ميونخ ففاز على المان يونايتد بملعب الأولد ترافورد بنتيجة 1-0. سجلوا كويمان بالدقيقة 72 بعد مباراة متكافئة بين الفريقين مع أفضلية نسبية لبايرن ميونخ اللي كان عم يلعب بدون ضغوط كونه كان ضامن التأهل كمتصدر للمجموعة بكل الأحوال. بالأساس حظوظ مانشستر بالتأهل كانت ضعيفة، لأن كان المفروض بالإضافة لفوزه على بايرن ميونخ يتعادل كوبنهاجن مع جالاتا سراي، وطبعا ما صار شيء من هاد وفاز كوبنهاجن 1-0 وتأهل مع بايرن ميونخ لدور ال16. مانشستر يونايتد ما كان سيء أبدا بالمباراة ودخل بنفس هجومي وخط وسط مؤلف من مرابط ومكتوميني وغارناتشو على اليسار وأنطوني على اليمين وبرونو كصانع ألعاب وقدامهم هويلاند كراس حربي. وقدرت التشكيلة الإمساك بوسط الملعب لفترات طويلة من المباراة وحاولت تتحرك عن طريق الأجنحة، ولكن تألق الظهيرين عند بايرن ميونخ واللي هن ألفونسو والمزراوي ساهموا بالحد من فعالية أجنحة اليونايتد. تنتهي واحدة من أسوأ مشاركات مانشستر يونايتد بدوري الأبطال ويودع البطولة كمتزين لترتيب مجموعته. بالمجموعة الثانية تعادل أرسنال المتصدر مع ايندهوفن الثاني بنتيجة 1-1 ليتأهل الفريقين لدور ال16. أما بالمجموعة الرابعة انتهت قمة المجموعة بين ريال سوسيداد المتصدر والإنتر الثاني، واللي أقيمت في إيطاليا بتعادل 0-0 ليتأهلوا الفريقين لدور ال16 من دوري أبطال أوروبا. هذا كان كل شيء لليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.